أنا عندي سؤال مهم جدا لإخواتنا وحبايبنا في القاهرة. ليه دايما لما بيقابلك حد غريب ويوقفك في الشارع ويسألك على عنوان أو على مكان بتضلله؟ ليه لو أنت مش عارف تقول له امشي على طول وخد أول يمين في تالت شمال وتخليه يلف الشوارع ويضيع وقته ومجهوده على الفاضي؟ ليه ما بتعملش حساب إن الشخص ده جاي من محافظة تانية، إما في زيارة أو في شغل أو في علاج؟ ليه ما بتراعيش نقطة زي كده؟ أنا عندي سؤال مهم جدا لإخواتنا وحبايبنا في القاهرة. ليه دايما لما بيقابلك حد غريب ويوقفك في الشارع ويسألك على عنوان أو على مكان بتضلله؟ ليه لو أنت مش عارف تقول له امشي على طول وخد أول يمين في تالت شمال وتخليه يلف الشوارع ويضيع وقته ومجهوده على الفاضي؟ ليه ما بتعملش حساب إن الشخص ده جاي من محافظة تانية، إما في زيارة أو في شغل أو في علاج؟ ليه ما بتراعيش نقطة زي كده؟ وعلى فكرة أنا يعني مش متحامل على أهل القاهرة. أهل القاهرة ناس كويسين وناس طيبين وعلى راسي من فوق، بس الموضوع ده بيحصل كتير جدا. الموضوع ده بيحصل كتير جدا. أنا بتكلم عن تجربة شخصية، وعلى فكرة أنا بحكي الموقف ده أو بتكلم عن الموضوع ده لأن أنا تعرضت للموقف ده من حوالي 20 يوم. وعلى فكرة دي مش أول مرة. اليوم ده أنا اتبهدلت جامد جامد في القاهرة بسبب إن كل ما أسأل حد يقول لي على عنوان غلط. طب أنت بتستفيد إيه؟ لو هتقدر تساعد ساعد وهتاخد الثواب، مش هتقدر تساعد قول معرفش أو اسأل أي حد تاني وما تشيلش ذنب.